إيريك غارسيا يحصل على أسرع بطاقة حمراء طوال تاريخ برشلونة في دوري أبطال أوروبا. في الدقيقة العاشرة من مباراة برشلونة ضد موناكو في دوري أبطال أوروبا، تير شتيجن حارس برشلونة يورط إيريك غارسيا مدافع الفريق في الحصول على بطاقة حمراء مباشرة بعد تمرير تير شتيجن الكرة بعيدة عن غارسيا. ويتسبب غارسيا في عرقلة مينامينو مهاجم موناكو على حدود منطقة الجزاء ليتلقى أسرع بطاقة حمراء في تاريخ برشلونة في دوري أبطال أوروبا. برأيك، هل قرار الحكم صحيح في طرد غارسيا المباشر أم لا؟